مشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في فرح بنت المطرب محمد فؤاد، حيث قام محمد فؤاد بتقبيل يد بنته العروسة ثم قام بتقبيل يد عريس بنته. والمشهد ده عمل حالة من الفضول عن جمهور محمد فؤاد، لأنه محمد فؤاد معروف بشخصيته القوية والصارمة. والبعض قالوا إنه تصرف غريب من المطرب محمد فؤاد، والبعض قالوا إنه المشهد ده مش معتاد في الأفراح المصرية. وتفاعل جمهور محمد فؤاد على لقطات حفل الزفاف قائلين: أبو العروسة بيبوس إيد بنته العروسة وهي حطاها على إيد العريس مش إيد العريس. لا طبعاً، صححوا النظر قبل ما تعلقوا. الأب بيبوس إيد بنته مش يد العريس. الأب فرحان ببنته وهو حر، ربنا يخليك ليها يا رب، ألف مبروك، الدنيا لسه بخير، الحمد لله. الأب الجميل فرحان ببنته. في صورة تانية هم بيبوسوا إيد محمد فؤاد، فعادي يعني، أبو فرحان ببنته والبوسة مش هتلزق يعني. وتأثر فؤاد عند رؤية ابنته مرتدية فستان الزفاف لأول مرة، وعبر عن سعادته، وقامت هي بتقبيل يده بينما قام بتقبيل رأسها ويدها قائلاً: إيدا مش عايز حاجة من الدنيا تاني. وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة من الوسط الفني والرياضي، من بينهم الفنان هاني رمزي وأحمد جوهر وعصام كريكة ومحمد لطفي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، والموزع أحمد عادل، والإعلامي طارق علام، وعماد متعب. No.